السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل طاجن لحمة بالخضار. معانا هنا لحمة متقطعة صغير وحتت كده من الدوش أو السمين اللي بيبقى في اللحمة متقطعة، وجبنا بقى الصينية اللي أنا هعمل فيها أو الطاجن ده كده زي قالب كده اللي هو بيتحط في الفرن، يعني ألمونيوم. ممكن تعمليها في طاجن عادي جدا، بس طبعا هتعمليها في أي طاسة قبل ما تعمليها في الطاجن. حطيت شوية زيت وحطيت كام حتة كده من الدوش اللي بيجي مع اللحمة، قطعتهم قطع صغيرة وسبتهم كده يتسيحوا مع الزيت، علشان انا عايزة الطعم اللي بيطلع كده من الدوش في الطاجن بيبقى حلو جدا. وهنشوح بقى الدوش ده في الزيت لغاية ما يسلي كده او ينزل الدهون بتاعته. انا الاول هشوح الاكلة كده كلها على النار، وبعد كده هحطها في الفرن علشان ما تاخدش وقت كتير في الفرن. بقومها كده ويعني بخليها بدخلها الفرن وهي قايمة في السوا. بعد كده ما يعني لمدة دقيقتين اتسيحت كده شوية الدوش ده، هبتدي بقى انزل اللحمة عليه وهقلب برضو على نار متوسطة، مش عالية قوي ولا واطية قوي، بس واحنا بنسيح الدوش نبقى موطيين النار شوية كده علشان ما يتحرقش مننا. هنقعد بقى نقلب قطع اللحمة. دي لحمة كندوز مقطعاها قطع صغيرة مش كبيرة قوي، مكعبات كده. وهفضل بقى اقلب فيها لغاية بقى ايه ما تتشوح كلها، وهحط رشة فلفل اسود ورشة بهارات اللي هي السبع بهارات صغيرين جدا مش كتير. انا مش عايزة الاكلة تبقى غامقة من البهارات او التوابل الكتير، يعني انا ساعات كمان ما بحطش فيها اللي هي السبع بهارات دي. وحطيت كده ورقتين من اللورة، ممكن تحطي حبهان، بس انا ما كانش عندي حبهان فحطيت بداله اللي هي رشة السبع بهارات، مش هحط تاني منها. هفضل بقى اقلب فيها كده بتاع 5 دقايق لغاية بقى ايه ما الاقيها معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، اللي هي بقى ايه داخلة في السوا. هنا مقطعة بصل شرايح، ومقطعة فلفل رومي، ممكن لو حابة يكون فلفل حراق. وهنقلبها برضو مع اللحم. انا شوحت اللحمة الاول وبعد كده هشوح بقى الخضار معاها، علشان مش عايزة الخضار يدبل، او يعني ما رضيتش احط البصل يدبل في الاول علشان مش عايزة البصل يبقى متحمر، انا عايزة البصل كده يبقى ايه في الطبخة يبقى باين، عشان كده حطيته بعد اللحم. هنقلب برضو البصل كده شوية، وعندي مكعبات بطاطس وجزر. انا مقطعة البطاطس مكعبات. لما يكون البطاطس في طاجن بلاش تقطعوها طرنشات علشان ما تتكسرش منكم، المكعبات بتبقى ماسكة نفسها شوية عن الطرنشات. وهنقلب برضو كده. هنا بقى كانت النار عليتها شوية علشان انا عايزة كده تبقى النار عالية عليها، واغلف الخضار كله علشان مش عايزة الخضار يتهري مني، عايزة الخضار يستحمل السوا لغاية ما اللحمة تستوي. اللحمة دي بتاخد سوا شوية. وحطيت كده حوالي يعني بولة كده من البسلة كانت متخزنة عندي، براحتكم ممكن تعملوه ببطاطس بس وفلفل وبصل زي ما تحبوا، او ممكن تحطي كمان كوسة، ممكن تحطي اي نوع خضار انت عايزاه. وهنا عندي بقى طماطم مقطعاها كده يعني نص شرايح كده. انا مش عايزاها تبقى بصلصة، مش عايزة الصلصة فيها كتير، عايزاه يبقى خضار متقطع. والطماطم كمان ما تبقاش مستوية، تبقى ناشفة. وحطيت بقى فلفل اسود تاني علشان طبعا الخضار، وطبعا ملحتها وحطيت الملح. وهفضل برضو اقلب حوالي 5 دقايق كده مع الخضار، علشان لما احطها في الفرن زي ما قلت لكم قبل كده تبقى يعني بدأت في السوا بتاعها. واكون مسخنه الفرن قبلها علشان ما تبردش مني ما ادخلها الفرن. وحطيت بقى شويه ميه مغليين كده علشان البخار بتاع الميه يسويلي اللحمه والخضار. طبعا تبقى مكعبات البطاطس ما تبقاش رفيعه، تبقى تخينه كده عشان ما تتكسرش مننا وتتهري. هنا بقى كانت شكشكت معايا كده زي ما انتم شايفين، لان انا حاطه الميه سخنه.
وهغطيها بالفويل وهحطها في الفرن. ولو فرن كهربا هتشغلي فوق وتحت، ولو فرن عادي هتشغلي تحت بس، وفي الاخر هتحطيها على الشواية. انا عريتها كده في اخر نص ساعة وخليتها تاخد وش بالظبط، قعدت معايا ساعتين في الفرن لان اللحمة بتاخد سوا شوية، وبقت معايا بالشكل ده. عايزة اقول لكم احلى طاجن خضار هتاكلوه، ما اعتقدش ان هو محتاج اي حاجة غير عيش وبس، او طبعا لو حابين تاكلوه مع رز زي ما تحبوا. وهنا بقى الصوص بتاعه من تحت بوريهولكم، يعني ما تفتكروش ان هو ناشف، لا جوسي خالص، لان طبعا الدوش اللي احنا مسيحينه في الاول كده مع الزيت، وحطيت في الاخر كمان كده حتة سمنة صغيرة. لو مش حابة تحطي فيه دوش او دهون ممكن بحتة سمنة او زبدة وشوية زيت، وهيبقى حلو اوي. جربوا الوصفة تعجبكم، وطبعا لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.